يلا السلام عليكم. تاريخ اليوم 6/11/2022. عندنا تك مسكية عمر ذيلها اليوم 12 يوم، استوها حصرت اليوم 12 يوم عمر الذيل. بعد هي تشقف دق وتشقف، استوها بلشت. هاي الطائرة تعود الأخ العزيز سيد وسام العلاق. هاي أول يوم لها تحصر. حلو عمر ذيل 12 يوم تشتغل بيه. بعد هي تدق وتشقف، توها تقوم بلعبة، توها حصرت. نتأمل بها خير إن شاء الله. إن شاء الله الأيام قادمة هم مواريكم إياها إن شاء الله. أخوها نفس العش تك رمادي، هي مسكية دقات، طبعا دقات خفيفة. وأخوها رمادي نفس العش، فوق 3 أيام بالبتر. أول الغيث يعني خلينا نقول. هي يوم 4 أول البارحة هم يعني وارتنا علامات، بس هسه لا خلينا نقول حصرت يعني. طبعا بترة باردة على اعتبار نريد نوصلها للياباس، ما نريد نشتغلها من وقت. وهم عندنا مسكية قلمين مبتورة وتكرمادي هماتين مبتورة. أخوها مثل ما ذكرنا، أخوها نفس العش الرمادي. هاي شوف هسه بلشت إن شاء الله بالخير. يوم الأحد 6/11/2022 مثل ما ذكرنا بداية المقطع. هذا هيك مجرد توثيق يعني، حتى إن شاء الله نرفق هذا الفيديو ويا الفيديوهات البقية. عمر الذيل 12 يوم. مشوشة الطيرة بعد هي، بس أهم شي يكون تنزل يعني بسطحها، بس هي مو ذيك الحدية يعني، ما تخوف إن شاء الله تنزل. عاد هي باردة الطيرة، استوى حصرت. طبعا الطير أول ما يشتغل ما يصير تفتح له دشر هواي يعني، للمعلومة، حتى ما يشوش الطير، خلي يلعبوا براحته يعني. يشم طير على البرج حتى يعين، ما تدوخوا بالدشر يعني.
نطي زوم. ما اشوف دق وتشقف. طبعا هاي طيرة امها الها تصوير على اليوتيوب بقناة الاخ العزيز سيد وسام العلاق. طارت اعتقد بال2020 لو 2019 ما اتذكر بالضبط التاريخ. هي ام واب للاخ العزيز استاذ سيد وسام العلاق يعني. عاد يستوها حاصرة اليوم، حصرة رسمي خلينا نقول. حلو. ان شاء الله نوافيكم باخبارها. بس كنت تنزل بالسطح. بس تحد شوية، بس تحتد 3-4 أيام تبدي تشتغل تسوي طلعات، تبدي متوالف، تعزل نفسها عن الحمام. اعتقد سوت طلعة يثبت أكثر من مرة، رجعت سوت طلعة وراح ترجع اجتي. ما تعتبر طلعة هاي، انزعاجة يسموها هاي. لا والله طلعت، رجعت اعتقد. احنا اذا نقرب اكثر بالزوم يبدي يقوش. عموما مثل ما ذكرنا اخواني الاعزاء، هذا مجرد مقطع يعني للتوضيح يعني او توثيق. الشر المفروض يكون هادئ بهيج مرحلة حتى الطير ما يزيد حاله يعني، يركز على منزاله. طبعا هذاك اخوها، هذا الرمادي اخو هاي الطيرة نفس الحلق. وعندنا هاي المسكية القلمين، ذن اثنين المبتورات، ذن انبترا نفس اليوم اخوها وهاي الرمادي، العفو المسكية القلمين. وين صارت طيرتنا؟ يمكن سوت طلعة. لا هاي بعدي ما تطلع. بس هي حاولت على محطاتها أكثر من مرة. طبعا بهيج مرحلة من يحصل الطير يعني أكبر غلط تلاعب له حمام. يعني هاي خطأ فادح، إذا وقع الطير برا فكان الخلل بالجنة يعني الطير بعده مستغرب شنو هاي الوضعية، ما يقدر ينزل وانت تندس له، تخليه يلعب غصبا عليه. عموما صار المقطع طويل، ان شاء الله نوافيكم بالاخبار.
تحياتي لكم، اخوكم ابو علي البصري.